والصلاة والسلام على رسول الله. ده الروتين اللي أنا دايما كنت مأجلاه. الروتين ده بالعصاية السحرية، نشاور على الحاجة كده تتعمل. سبحان الله، كانت ريش وبقت من غير ريش ونطفت وجهزت. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا أنا اللهم صل عليك سيدنا محمد. طلعت خدتهم على طول وطلعت فوق السطح على الكانون، هريشهم وانضفهم. كمان قلت ننضف السطح بالمرة. خلاص يعني ايه، مصلحة قبل مصلحة، وتلاقي نفسك ايه خلاص مخك فضي الحمد لله وراك. خلاص الحاجة ايه تيجي بالراحة. اللهم صل على محمد. بس يلا الروتين ده كله تشجيع. المهم ان شاء الله باذن الله نعمل لكم فيديو باذن الله هيفيدكم كتير. المهم هنملى المية. بس هنكب المية. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يلا هروح الم الصالح ده ونصورها لكم بعد ما نكنس، عشان ما نقدرش نكنس ونصور بيد واحده. ماشي يلا الصالح. بصوا لازم الواحد يبقى يقضي المصلحه ايه، وطالما في مصلحه نقضي جنبها مصلحه، طالما ايه ما نقعدش فاضيه وكده وخلاص نترخي. بص كونت الزبالات كلهم هنا هو ضبط الصاله، ما خدش مني اي. خلصت معاكي. بسم الله الرحمن الرحيم. طالما ابتديتي في الحاجه خلاص تلاقي ربنا سبحان الله هو اللي بيسهل لك وبيساعدك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا نبتدي الروتين بتاعنا. انا ابتديته بعد الظهر، خلاص صليت الظهر على طول وخلاص ورحت ايه جهزت نفسي، نزلت على طول على الحوش وايه وخدتهم معايا. هم 10 فرخات اللي عارفني ان انا مربيهم تحت في الحوش عشان الحر والشمس فوق. المهم اللهم صل عليك سيدنا محمد. هم نويت هم 10، رحت قسمتهم نصين. النهارده 5 عشان ما يقدروش علي. النهارده 5 وبكره 5، فانا ايه انهم والله مرضي مش فائدتهم. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. خدتهم بقى وطلعت ايه فوق السطوح. ماشي قلت له يعني ان شاء الله باذن الله بكره يمكن نعمل ايه، يمكن نعمل ال5 التانية، مش يمكن اكيد عشان خاطر ايه نخلص يعني. فاخدتهم وطلعت على طول على فوق السطوح. طبعا انتوا عينكم ما تشوف الا النور، اديكم ايه شايفين السطح ما شاء الله على اخره. انا كنت برضو مأجله وقلت وقت ما نطلع بالمره بالطيور هنبتدي ايه نكنس ان شاء الله ونوضبه. ماشي. المفروض تبقى ايدك على طول في السطوح. لما تطلع على الطير تكنسي لك اوضه كده وتلاقي نفسك ايه فايقه كده وتحسي نفسيتك ايه متعدله. خلاص قلت نصبت الكانون من يعني على طول. هو مش كانون، ان شاء الله باذن الله نعمله مع بعضنا كانون ايه كامل، وبيلم معايا العفش والكاس اللي متطايره ودي والريش، وهنا بيلم معايا وينظف معايا بيساعدني يعني. المهم نشوف ايه. اللهم صل على محمد. دي العجنه دي اللي هي تعبانه معايا على طول. مليتها وحطيت الميه ها. ودي بصي اللي شفتوه ده مش كان دي حاجات ايه تحصينات للفراخ عشان الفراخ ايه تمشي معايا. انا اللي استفدت يا جماعه ان شاء الله باذن الله. انا قلت لكم وقلت لكم هنقول لكم ان شاء الله باذن الله مش هنستخسر فيكم، لازم هنديكم نعمل لكم فيديو. دي الطبابيع يا جماعه، الطبابيع اللي انا كنت ايه اللي انا عاملاها بالورق زي ما وريتكم. انا كنت عامله المجارس اللي هي كانت رغيف واحد بس. دي الطبابيع بتاعت ايه اللي هي تشيل 5 6 رغفان مع بعض. ماشي. وبرضه عاملاهم بالورق يعني. بصي ومصورهم طبعا في فيديو فات. فبص الصاله اللي كانت عفشه ازاي او معفشه ازاي. لا انا ايه يا دوبك إيه مشيت عليها. قلت عبات من الميه تسخن نكون ايه قضت المصلحه الثانيه اللي بعديها يعني. ما نستناش قبل الميه ونقول خلاص وقتي يروح. لا عبالة ما كده لقيت الميه سخنت، قلت لا نرمح عليها ايه بسرعه. جبت الطير كنت ذبحته ورحت ايه انا سقطت على طول سقطه في الميه البارده زي ما انتم شايفين. بس ما جابش لي الطش زي المره اللي فاتت. الطش صراحه كان تحت في الحوش ما طلعتش لان كنا حاطين فيه حاجه. بصي في اهم حاجه تتصرفي. بص يا دوبك الفراخ البيضه دي ما تاخدش معاكي تصقيطه يعني، يا دوبك سقطه والتانيه وتطلعيها على طول لان ايه انت ما بتستحملش. ماشي. وكمان ذبحت معاهم ديكين بلدي من اللي هم ايه معذبين دول على السطح. ومش عارفه صراحه الديك البلدي نموها واقف ليه كده، اللي كنا زمان الديك يبقى طول كده ما شاء الله. بس بصي بس هو ايه حاجه بلدي في البيت وزي الفل. انا اخوات البلالين جوه نعزلاهم عشان خاطر ايه مستنيه ايه نشوفهم يفتحوا معايا ويبيضوا كده نرجعوا ايه لايام العز بتاع البيض ده والفراخ. بصي ايه هنا طبعا انا طبعا مش هينفع نصور بيض وننظف بيض، فانا قلت ايه هنصورهم وننظفهم ونرجع لكم تاني. وهكذا هو اللي حصل. واتكلنا على الله ورحت ايه صراحه انا ريشتهم ايوه وانا قاعده، بس ايه رحت نظفتهم على الحوش على الحوض اللي على السطح برضه بحيث تنزلي على طول على التكيس تكيسي. ماشي. اللهم صل على محمد. دي حله المهام الصعبه اللي انتوا شفتيني فيها اللي عملت فيها المرحرح اللي بعجن فيها الكبيره دي.
اللهم صل على سيدنا محمد. قلت لا نسكت ننزل على كده وخلاص. بعد ما خلصتم تنظيف، لا قلت بقى الحته دي ايه اللي معفشه برضو اللي حوالين الحوض، زي ما مسح كنست الصاله وكنست الاوضه بتاعت الكانون دي والفرن. قلت لا والله لا ما ننزل غير لما ننظفك. وبرضه وقد كان، ورحت قومت مليت عبيت الشكاره زي ما انتم شايفين بالبتاع، ونزلت كده بالي رايق والحمد لله، وتمت بحمد لله. ربنا اول ما بتحط ايدك اللهم صل عليك سيدنا محمد بيساعدك ربنا. بيقول بس سمي بالله الاول. والسلام عليكم ورحمه الله. ما تنسوش اللايك في الفيديو.